طبعا بقى زي اي ست بيت بتصحى بدري تحضر لاولادها اللانش بوكس عشان يصحوا يلاقوه جاهز، عشان طبعا بينزلوا بدري المدرسة. طبعا بنصحى بقى الفجر نصلي الفجر، ولازم عشان تصحي فايقة لازم تنامي بدري. انا عارفة ان انت بيبقى وراكي حاجات كتير، بس صدقيني اعملي حاجتك بدري بدري كده، وابتدي اللي انت نامي بدري واصحي بدري عشان تبقي فايقة طول اليوم. لان احنا بيبقى ورانا 100 حاجة وحاجة، وما ينفعش طبعا اللي احنا نقصر في اي حاجة. ربنا يا رب يديك الصحة دايما لبيتك ولحياتك ولولادك، امين يا رب العالمين. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيت بدري بقى، صليت الفجر وقعدت طبعا قريت بقى الاذكار وشغلت كمان قران، وابتديت بقى اللي انا اعمل لاولاد اللانش بوكس. طبعا بالنسبه بقى لللانش بوكس كان الفيديو اللي قبل ده. ابتديت بقى اللي انا عملت لهم اللانش بوكس زي ما انتم شايفين، وخلاص كان جاهز. وابتديت بقى حضرت لهم ازايز الميه وكمان العصير وكمان الكيكه اللي هياخدوها معاهم المدرسه. وطبعا لازم بقى نعود ولادنا ان لازم يشربوا كوبايه اللبن وكمان يفطروا قبل ما ينزلوا. صدقيني احنا اللي بنعود ولادنا. انا عايزه اقول لك كمان ان وجبه الفطار دي من اهم الوجبات اللي انت ممكن تديها لطفلك. يعني انت لما تشربيه كوبايه لبن، لما تديله مثلا بضايه الصبح، يا ستي سيبي كل حاجه اديله كمان كوبايه زبادي. كوبايه الزبادي فيها فايده جامده جدا طبعا، وكلكم عارفين ده. وكمان انا عايزه اقولك ان انت ولادك لما نفسهم تبقى مسدوده في المدرسه او مش بياكلوا، يبقى دول ما بيفطروش قبل ما ينزلوا. صدقيني، طب جربي فطري ولادك قبل ما ينزلوا، حتى لو حاجه بسيطه. انا قلت لك لو موزيه، لو كوبايه زبادي، لو كوبايه لبن، لو بضايه واحده، المهم ان هم يفطروا قبل ما ينزلوا. صدقيني هياكلوا لانش بوكس ونفسهم هتتفتح، وهيجولك باللانش بوكس فاضي. عارفه بقى لما انت تنزليهم من غير فطار هيرجعوا اصلا، لان هو نفسهم مش بتبقى مفتوحه طبعا للاكل خالص. فطبعا انا عايزه اوصلك ان وجبه الفطار دي وجبه مهمه جدا جدا لطفلك، وكمان ليكي على فكره. المهم هنا ابتديت اللي انا عملت لهم سندوتشات بيض. فطبعا في حاجات كده اساسيه انا ما ينفعش استغنى عنها، او ما ينفعش اقولك بدليها باي حاجه تانية. يا تسلقي لهم بيض، يا كمان تغلي لهم كمان لبن وتصبي لهم كده كوبايات لبن، يا تديهم كوبايات زبادي. كوبايه زبادي يا ستي ومعلقه عسل، والله العظيم حاجه كده تبقى حلوه جدا جدا. بس مش هقولك اكتر من كده. وهم قاعدين كده وهم بيلبسوا وانت بتلبسيهم، ابتدي ان انت اكليهم كده كوبايه الزبادي زي ما انا عملت كده مع بنتي دلوقتي. ابتدت بقى هنا كمان قلت لها يلا بقى تعالي اشربي كده بقى كوبايه اللبن. احنا اللي بنشجع ولادنا. انت ولادك لما يصحوا يلاقوا الفطار كده على الترابيزه، ربنا يا رب يخليكي ليهم ويحفظهم كده، امين يا رب العالمين. صدقيني هيفطروا قبل ما ينزلوا. كان اللانش بوكس جاهز، وهنا كنت بفطرهم. وهنا طبعا فين يا ماما الحاجه الفلانيه، يا ماما الحاجه دي فين. وطبعا كالعاده بيفضلوا كده يدوروا على حاجتهم الصبح، انا مش عارفه ازاي. ولما يجوا يسالونا فين يا ماما الحاجه الفلانيه وتقول لهم كمان على مكانها، يقولوا لك لا يا ماما احنا ما نعرفش. قومي انت هاتيها. مين ولاده زي ولادي كده. يلا ربنا يا رب يحفظهم ويخليهم ويبارك فيهم. ان شاء الله باذن الله استنوني في فيديوهات كتير جدا جدا وفي لانشات بوكس كتير قوي قوي. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات اكتر واكتر واحلى واحلى. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.